أرشيف عراقي قديم معي أنا أحمد الخفاجي. السلام عليكم، هذه تحية مني إليكم، وأنا ألتقيكم في أرشيف عراقي قديم وأحلى ذكريات لا تنسى من الزمن الجميل. موضوعنا اليوم عن قناة العراق الفضائية. أول ما بدأ بث قناة العراق الفضائية في التسعينات، وكان يفتتح البث في تمام الساعة 6 مساء، ويستمر البث لحد الساعة 12 ليلا، وبعدها امتد البث لساعات أطول، وصار يفتتح البث مالته في تمام الساعة 3 ظهرا، ويستمر البث حتى الساعة 12 ليلا، وبعدها صار يفتتح البث في تمام 2 ظهرا، ويستمر البث حتى الساعة 6 صباحا فجرا. فقط في العطلة الرسمية يفتتح البث صباحا، وفي في الفترة الأخيرة صار يفتتح البث، يعني قبل السقوط استمر البث 24 ساعة لقناة العراق الفضائية. البث مالته 24 ساعة، يعني من تصير عطلة رسمية يستمر البث، يستمر لأوقات طويلة وساعات أطول من البث. كان قناة العراق الفضائية بث مميز، لأن كانت قناة فضائية واحدة عندنا فقط يشاهدها العالم كله، وكانت قناة العراق الفضائية مهتمة في الغربة وبرامج للغربة للمسافرين المتغربين خارج العراق، خارج البلد، وأيضا برامج فنية وبرامج ثقافية وبرامج ترفيهية وسياسية ورياضية وبرامج للأطفال وبرامج للمرأة وبرامج دينية وغيرها من البرامج. كانت قناة العراق الفضائية فقط تهم العراق والشارع العراقي، يعني كانت مختصة فقط في العراق، من برامج إلى مسلسلات إلى أفلام إلى مسرحيات، كانت فقط مهتمة في العراق. يعني المسلسلات فقط كانت مسلسلات ودراما عراقية فقط، وأيضا المسرحيات العراقية أيضا نفس الشيء، فقط مسرحيات عراقية، أفلام عراقية، أغاني عراقية، منها أغاني السبعينات وأغاني التسعينات وغيرها من الأغاني، فقط أغاني عراقية. كانت مهتمة قناة العراق الفضائية في كل شيء، ونتمنى أن تعود يوما إن شاء الله بجهود الناس الخيرين والطيبين، والذين يتمنون أن يعود مثل ذلك الزمان، وإن شاء الله يعود، لأن أهل الخير موجودين، والناس اللي تحب الخير للغير إن شاء الله موجودين، لأن هذا اللي يتمناه إن شاء الله. يريد يرجع العراق وحضارته وماضيه وتاريخه وبأهله الطيبين، إن شاء الله يرجع. ونفس قناة العراق الفضائية، نفسها بمحتواها القديم، نفس صيغتها، نفسها هي كلها قناة العراق الفضائية بمحتواها يريد يرجع إن شاء الله. وأيضا حتى تلفزيون العراق وتلفزيون الشباب. طبعا تلفزيون العراق كان مميز، يعني في العطلة الرسمية في الدراما العراقية والمسرحيات والأفلام العراقية والبرامج العراقية الترفيهية المنوعة، وبرامج كواليس وبرامج كاميرا خفية وبرامج أخرى حلوة. وأيضا حتى تلفزيون الشباب أيضا كان
في العطل الرسمية مميز. يعني القناة الأولى والقناة الثانية يعني فد شي رائع كان في العطل الرسمية، ولكن قناة العراق الفضائية كانت مميزة في كل الأوقات وفي كل الأيام، برامجها بالدراما لأن قناة فضائية تعتبر والناس كلها تشاهدها، اللي خارج الوطن خارج العراق يشاهدون قناة العراق الفضائية. وحتى كانت قناة العراق الفضائية ترتبط مع الإذاعة، مع إذاعة بغداد لبرنامج استوديو 10. طبعا استوديو 10 كان في الراديو، يعني هذا كان مهتم في الغربة والناس اللي خارج العراق. وحتى كانت اكو فقرة يقدمها برنامج استوديو 10 اللي هي فقرة تحية وسلام. هذه الفقرة كل أحد طبعا. فكانت قناة العراق الفضائية ترتبط مع الراديو حتى توصل تحايا وسلام اللي بالخارج واللي متغربين خارج الوطن. وإن شاء الله إن شاء الله الكل إن شاء الله يرجعون، الكل يعودون ويحتضنهم بلدهم وتحتضنهم بغداد الحبيبة وعراقهم اللي منور إن شاء الله بأهله وناسه الطيبين. تحياتي لكم، وهذا شيء بسيط وشرح مبسط عن قناة العراق الفضائية، وكل الحب والاحترام والتقدير. خادمكم أحمد أبو مهدي الخفاجي الكاظمي.